لو عندك كحة لازم تسأل نفسك سؤالين مهمين. السؤال الأول إيه سبب الكحة عشان تعالج السبب، والسؤال التاني الكحة اللي عندك ديت كحة ناشفة ولا كحة فيها بلغم، لأن العلاج بيختلف. السبب الأول فيروسات البرد والإنفلونزا، ودي مش بتحتاج مضاد حيوي. البيئة المحيطة بينا ممكن يبقى فيها حبوب لقاح، ممكن يبقى فيها تراب، ممكن يبقى فيها تلوث من مصانع، ودي بتكون سبب لتهيج الصدر. أمراض الصدر زي حساسية الصدر أو الأزمة، ودي بتعمل كحة ناشفة. وأمراض السدة الرئوية اللي منتشرة بين المدخنين، ودي بتعمل كحة ببلغم. ارتجاع المريء أو حرقان الصدر، وده بيخلي الحمض يرجع على الزور فيهيج الشعب الهوائية ويعمل كحة. السؤال التاني نوع الكحة اللي ممكن تكون كحة ناشفة وده صوتها، أو كحة فيها بلغم وده بيكون صوتها. بالنسبة للعلاج في البداية هقول علاج ينفع للنوعين، الكحة الناشفة والكحة اللي ببلغم، وبعد كده هقول علاج خاص بكل نوع. نشرب يوميا على الأقل 2 لتر مية. المية ليها دور كبير في تلطيف الزور في حالة الكحة الناشفة، وإن هي تدوب البلغم في حالة الكحة اللي فيها بلغم. استنشاق بخار المية، وده ليه تأثير ملطف في نوعين الكحة. الطريقة بتكون كالتالي: بتغلي مية على النار، وبعد كده ممكن تضيف لها نقطتين أو 3 من زيت النعناع أو صبغة الجاوي، ودول تلاقيهم عند العطار. تبتدي تحط فوطة على راسك وتقرب من البخار وتستنشق عن طريق مراخيرك لمدة من 5 ل10 دقايق. ولو عايز تستنشق من غير أي زيوت ينفع برضه. العسل الأبيض، وده بتاخد معلقة كبيرة الصبح ومعلقة كبيرة بالليل. العسل معروف إن هو أقوى مضاد للفيروسات والبكتيريا، وكمان بيقوي جهاز المناعة، وطبعا مضاد للسعال. المشروبات الدافية زي اليانسون وزي التليو. طيب بالنسبة للكحة الناشفة فقط نقدر نجيب نوتوسيل شراب أو توسيفان شراب، وناخد معلقة كبيرة 3 مرات. ولو في بلغم بنجيب أستايل سيستاين 600 أكياس، وناخد كيس الصبح وكيس بالليل على نص كوباية مية. وبالنسبة للناس اللي مش بتحب الفوار تجيب حاجة اسمها بايسلفون شراب، وتاخد معلقة كبيرة 3 مرات. أحيانا بيكون البلغم لازق في الزور ومش عارفين نخرجه، وفي الحالة ديت لازم ناخد طارد للبلغم، وأفضل طارد للبلغم هو التراسولف شراب، لأنه مذيب وكمان طارد. وده في منه شراب وكمان في منه أقراص. بناخد معلقة كبيرة 3 مرات أو قرص 3 مرات يوميا. ما تنساش سبسكرايب ولايك، وشكرا.